اهلا بيكم يا شباب، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وكويسين. النهارده راجع من مقارنه مش عاديه شويه. مقارنه بين جهاز بقاله 7 سنين الايفون 7، بقارنه بجهاز السامسونج اي 23 اللي هو ما كملش سنه. هو تقريبا الجهاز اللي انا هعمل عليه مراجعه ده في الضمان، اللي هو نسخه ال6 رام، الاي 23 نسخه ال6 رام. وده الايفون 7، الايفون 7 العادي. الجهاز ده بقاله 7 سنين. تفتكروا ان المقارنه دي مقارنه عادله؟ هنيجي نشوف مع بعض مين الاقوى، مين اللي هيعمل اداء اسرع. فيلا بينا بسرعه من غير اي رأي كتير ندخل على المقارنه. بس اعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه وفعل زر الجرس، ويلا بينا نبدا على طول. يلا بينا. انت بتتكلم عن اجهزه، يعني انا الجهاز ده شاشته ريتنا. الجهاز اللي انت 7 ده شاشته ريتنا. الجهاز ده اي بي اس ال سي دي، مش سوبر اموليد. تمام. طيب انهي شاشه افضل؟ الشاشه دي افضل طبعا، بدون اي يعني بدون اي كلام كتير. الشاشه هنا افضل، حتى لو عملنا البرايتنس كده. الشاشه دي تحت اشعه الشمس بتوصل ل 625 نتس تحت اشعه الشمس. الحقيقه الانتاج ايفون او منتجات ايفون لما جيت استخدمتها في الفتره الاخيره هي ابهرتني، لان هي محتفظه بالاداء بتاعها. طيب تعالى نعمل تيست سبيد مع بعض. تيست سبيد ده عباره عن ايه يا باشا؟ عباره ان احنا هنعمل هنقفل خالص الاجهزه بتاعتنا، وهوريك مين اللي هيبقى اقوى في الاقلاع بتاع الجهاز. الجهاز ده 2 جيجا رام، الجهاز ده 6 رام. الجهاز ده جاي بالبروسيسور الابل اي 10 معماريه 16 نانومتر، ده سناب دراجون 680. طيب تعالى بقى نشوف الاقلاع بتاعه ازاي، مين اللي هيكون اسرع. احنا هنا بدينا الجهازين. على فكرة الجهاز ده نفس التطبيقات اللي عليه هو الجهاز ده. انا حاطط نفس التطبيقات بالظبط عشان ما يكونش عشان احكم على الامور بشكل مظبوط. ان نفس التطبيقات اللي هنا هي اللي هنا بالظبط، حتى الواتساب، حتى كل حاجة. تعالوا بقى نشوف كده. شوف فرق بقى شاسع. ده لسه نايم منا، ده لسه ما فتحش، وده فتح وتستخدم وتعمل، وده لسه بيقول يا هادي. قيس على هذا بقى يا باشا قوة الجهاز مع السبيد تيست اللي انت شفته، بيوضح لك قد ايه قوة ابل اللي اكتشفته مؤخرا. اجهزة الايفون هي ارخص اجهزة ممكن تشتريها. ليه؟ لان انت بتدفع فلوس كتير، يبدو ان هي فلوس كتير، لكن جهازك بيقعد 7-8 سنين لو ما اتكسرش منك، لو ما زهقتش منه. مجرد ان انت كل سنتين بتغير بطارية، وده امر طبيعي جدا في اي موبايل سواء اندرويد او غيره. طبعا برغم كل ده يظل الاندرويد في حاجات ما تقدرش تعملها غير عليه. يعني في حاجات على اندرويد الحقيقه مفتوحه، تيجي تمسك الايفون تحس انه جهاز عقيم. ليه؟ لان هنا الدنيا مفتوحه شويه، لكن سيستم ابل مقفول على نفسه شويه. لكن كقوه في الاداء، كامكانيات، كطولة عمر، الايفون يكسب. الجهاز ده ب 6300 جنيه جديد. انا بتكلم عليه جديد، طبعا ده ما فيش منه جديد، ده ممكن تلاقيه يوزد طبعا. مثلا نسخه ال 128 يعمل له مثلا 4000 ونص في الحدود دي. لكن عيب الجهاز الايفون 7 ان هو بطاريته ضعيفه جدا. البطاريه بتاعته يعني 4 ساعات شكرا على كده، محتاج ان انت تمشي بباور بانك، مش هيكمل معاك حاجه. ده بطاريته قويه جدا. لكن انا بتكلم كاداء، الايفون يكسب بشكل قوي، جاي من المستقبل. يعني احنا من 7 سنين فات اقدر اقول على الجهاز ده انه جاي من المستقبل. ليه بقى؟ الجهاز ده من ضمن الحاجات الخطيره اللي فيه ان الكاميرا بتاعته بتصور فيديو 4K. انت متخيل 4K من 7 سنين؟ ده بيصور فول اتش دي. فانت متخيل انا بقول ايه؟ الكاميرا هنا 12 ميجا بكسل، مجرد 12 ميجا بكسل، لكن انت لو جيت صورت فيها تحت اشعه الشمس المحترمه او اضاءه قويه هتطلع لك صور مبهره في اجهزه كتير النهارده ما بتعرفش تطلعها. على اي حال انا جيت وضحت لكم الفرق بين اجهزه ابل وبين الاجهزه الاندرويد العاديه. اتمنى ان انا قدرت اكون فدتكم. لو احتجت اي سؤال انا مستنيك تحت في الكومنتات، ما تنساش تكتب لي، هرد عليك ان شاء الله في اقرب وقت. ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي. تحياتي ليكم.